بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة على ألم الحوض المزمن عند النساء. ألم الحوض هو عبارة عن ألم في الجزء السفلي بين البطن تحت مستوى السرة وبين الفخذين. بيتضمن ان بيبقى معاه ألم ممتد، ممكن إلى أسفل الظهر، وممكن إلى منطقة الإليتين، وممكن إلى منطقة الفخذين. ألم بيمتد يعني، ولكن لا يشمل الألم في منطقة الفرج. وأنواع الألم بيبقى حاد، متوسط، ومزمن. الحاد بيبقى أقل من 3 شهور، متوسط من 3 ل 6 شهور، ومزمن أكتر من 6 شهور. طبعا بيبقى ممكن مستمر يعني على طول، أو متقطع بيجي في فترات متقطعة، بيجي ويروح. والمتقطع ده بيبقى له نوعين: منتظم وغير منتظم. غير منتظم في أي وقت وبيجي وبيروح، لكن منتظم زي ألم الدورة الشهرية بيجي كل شهر، أو ممكن ألم قبل الأكل في حاجة بتعمل، أو أثناء التبول، أو أثناء التغوط، أو أثناء الجنس. طبعا نوع بيبقى ألم خفيف معتدل شديد، ممكن الإحساس بتاعه نقول إن هو من ضغط وتقل في الحوض إلى ألم إلى تشنجات كذا. طبعا صيغه بنقول إن هتقول معايا ألم مع الجماع، ألم مع التبول، ألم مع التغوط، ألم مع العلاقة الجنسية، ألم مع الجلوس فترة طويلة. ممكن يبقى مصحوب بأعراض أخرى، يعني الألم مع نزيف مهبلي، مع التهابات مهبلية، مع ألم أسفل الظهر، ألم في الفخذ، مصاحب له يعني. بعد ذلك نتكلم عن الأسباب. طبعا أحيانا بيبقى سبب واحد من الأسباب إن هو يا الآلام دي في جدار الحوض، عبارة عن عظام ومفاصل وفي عضلات وفي أعصاب، أو الأعضاء اللي جوه الحوض اللي قلنا عليه من عند السرة لحد الفخذين يمين وشمال، بيبقى ألم في الجهاز التناسلي الأنثوي، أو في أسفل الجهاز الهضمي، أو أسفل الجهاز البولي، أو بيبقى كذا سبب، يعني يبقى كذا حاجة موجودة، أو ما نعرفلوش سبب. وده أكتر الحاجات ما بنعرفش سبب، إحنا مش عارفينه. لو إن 30 ل 40% من الأسباب بيبقى نتيجة احتقان الحوض المزمن. هنتكلم بقى على التقسيمة زيادة شوية، إن قلنا آلام في جدار الحوض. قلنا العظام ممكن يبقى فيه كسور، ممكن المفاصل في زي مفصل الورك اللي هو الفخذ، في المفصل الحرقوفي العجزي، وفي الارتفاق العاني قدام. في عضلات، ممكن العضلات دي بتبقى فيها تشنج أو فيها تورم. العضلات دي بتبقى عضلات الحوض، أو عضلة اللي هي الشرج. ممكن كمان يبقى في العضلات دي حاجة خارجة منها زي فتق زي نقول عليه فتق في الفخذ، أو فتق في المنطقة الإرابية. كمان هنتكلم على ممكن يبقى في الأعصاب، عصب مزنوق أو حاجة في أنسجة ماشية فيها. ممكن أوعية دموية برضو فيها مشكلة بتعمل وجع. ده في آلام في جدار الحوض. هنتكلم على الآلام الحشوية اللي هي بتاعت الأعضاء اللي موجودة جوه الحوض زي الجهاز التناسلي الأنثوي. قلنا من الأسباب بتاعته من 30 ل 40% احتقان الحوض المزمن، وده بيبقى ناتج من عدم كفاءة أوردة الحوض، أو إن فيه ارتداد الدم في الوريد المبيضي، خاصة الأيسر، بيبقى دايما وجع في الجنب الأيسر. كمان ممكن آلام تقلصات الدورة الشهرية،
وممكن ما قبل الدورة الشهرية ألم اللي هي متلازمة ما قبل الدورة. ممكن كمان ألم التبويض بيبقى فيه ناحية من ناحيتين وبيقعد من 12 ل 24 ساعة لما بيحصل تبويض. ممكن أكياس مبيض بتبقى فيها نزيف أو لفة الكيس لف أو حصل فيه انفجار. الأورام اللي فيها بتدي تقل لما تكون كبيرة، بتدي تقل في وضغط في الحوض، ولكن لو حصل لها ان الدم ابتدى ما يروح لهاش وابتدت الدم يقل ويحصل لها قلة التروية بتاعتها بتعمل وجع جامد. كمان بطانة الرحم المهاجرة بتعمل برضو ألم. كمان اللي هو سقوط الأعضاء التناسلية، يعني لما سقوط الرحم بينزل تحت أو المثانة أو الشرج لما بتنزل بتشد الأعضاء معاها فبتعمل برضو وجع مزمن. كمان التهاب الحوض. في التهاب الحوض اللي هو اللي بنتكلم على التهاب الرحم نفسه أو الأنابيب أو المبيض، وبيبقى نتيجة عدوى جنسية أو التهاب عادي نتيجة ميكروبات سيلان كلاميديا أو توكسو أو ميكروبات أخرى. كمان قلنا التصاقات الحوض، يا نتيجة عدوى يا بعد عملية حصل هذه الالتصاقات أو بعد بطانة رحم مهاجرة. طبعا لا قدر الله بعد سرطانات، سرطان في الجهاز التناسلي، في عنق الرحم، في الرحم، في الأنابيب، في المبيض، سرطانات في المثانة، سرطانات في القولون، في الشرج، الحاجات دي بتعمل ألم. طبعا حالات بقى اللي هي بنقول عليها اللي هو حمل خارج الرحم أو الإجهاض، دي حاجات بتبقى مش من أسباب ألم الحوض المزمن، ده بيبقى حاجة حادة. هنتكلم على تاني سبب في الآلام الحشوية اللي هي الأعضاء اللي جوه الحوض اللي هي الجهاز البولي. طبعا الجهاز البولي بيبقى مثلا حصوات في المسالك، في المثانة موجودة في الحالب، اضطرابات في المثانة، كمان التهاب المثانة الخلالي أو متلازمة المثانة المؤلمة لما بتمتلئ بتعمل وجع، ولما بتفضي المثانة بيحصل إن الألم بيروح وقتيا ساعتها. الحاجة التانية الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بيبقى التهاب الزايدة الدودية، وده حاجة بيبقى من أسباب آلام الحوض الحادة مش المزمنة. كمان متلازمة القولون العصبي. القولون العصبي فيه بيبقى فيه يتناوب إسهال مع إمساك، والسبب بتاعه بيبقى عصبي نتيجة إن هو الأعصاب شدة شوية. التهاب القولون التقرحي ممكن إمساك مزمن يعمل برضو آلام حوض مزمنة. هنيجي على حاجات تانية بتبقى عوامل نفسية. عوامل نفسية بيبقى حاجتين، لا المريض عندها اكتئاب أو ضغط نفسي. الحاجة التانية عندها تاريخ لاعتداء جنسي سابق، ودي حالات كتير بيبقى عندها الكلام ده هو اللي بيسبب لها آلام الحوض المزمنة، ونخلي بالنا إن دي حاجة مهمة. بعد كده هنتكلم على الأعراض. الأعراض طبعا بتاعتنا أعراض عامة، بيبقى مثلا لو في التهاب هيبقى في سخونية. بعد كده الجهاز التناسلي هيبقى بتشتكي من آلام اللي اتكلمنا عليها قبل الدورة مع الدورة أثناء التبويض، بتشتكي من نزيف، بتشتكي من إفرازات. هنيجي نتكلم على المسالك، برضو في آلام، في تبول دم، في حصوات بتنزل أو حاجة. الجهاز الهضمي دم بعد التبرز، إمساك، إسهال، انتفاخ. بعد كده آلام في الحوض، بتشتكي من ألم عند الورك، ألم في منطقة العجز، كل ده بيبقى آلام مصاحبة. طيب هنشخصها ازاي؟ أول حاجة في التشخيص إن هو طبعا بناخد تاريخ مرض كويس، الألم ده نوعه ايه، جاء من امتى، ايه اللي بيزوده، ايه اللي بيقلله، معاه مشكلة مع التبول، تبرز، جنس، جلوس طويل، هكذا. مع الرياضة، لأن ساعات اللي بيمارس رياضة بيبقى فيه تشنج في قاع الحوض. بعد كده بنعمل كشف كلينيكي، بنكشف كويس جدا على الجهاز التناسلي والجهاز البولي والجهاز الهضمي وبرضه جدار الحوض. هنعمل اختبارات بول، دم، بول وبراز. كمان نعمل اختبار حمل نعرف دي حامل ولا لأ.
بعد كده بنعمل مسحة مقبلية عشان لو في شاكين ان في التهاب في الحوض. طبعا بنعمل اختبارات حمل لو في روماتيزم او روماتويد عامل مشاكل في المفاصل. بعد كده بنعمل أشعة عادية خالص اللي هي الأشعة السينية اللي هي السوداء على الحوض والفخذ. بعد كده ممكن نطوره شوية، بنعمل أشعة مقطعية برضو، أو بنعمل أشعة رنين على الحوض والعظام بتاعة الحوض. ممكن بعد كده بنعمل مناظير، يعمل منظار بطن، يا منظار من فوق، يا منظار رحم تحت، يا بعمل منظار قولون. بعد ما متشخص الحالة دي هنعمل لها علاج. هنعالجها ازاي؟ بيختلف العلاج اعتماد على السبب وحدة الألم وتكراره، وبنبدأ خطوة بخطوة حاجة بسيطة، ولو ما استجبناش ننتقل لمرحلة أعلى. في بقى نصايح عادية في البيت اللي هي لو شوية ألم حط عليه إزازة مية سخنة ممكن يخف، ارفع رجلك لفوق ممكن يخف. في ناس بيوصفوا أعشاب الصفصاف، ممكن نعمل تدليك الحتة اللي بتوجعنا، ممكن نعمل تمارين رياضية نفك الألم شوية. كل دي حاجات ممكن نعملها في البيت. لكن احنا بنتكلم ان راحت لدكتور هتقول له اعمل ايه، والله لو لقى سبب، يعني هو بيكشف او عمل تحاليل لقى سبب هيعالج السبب. لا في التهاب هيديله مضاد حيوي، وفي حالات كيس عظمي مبيض كبير او في اورام ليفيه كبيره، دي عايزه استئصال للكيس او للورم اللي فيه. ولو في التصاقات نتيجه بطانه رحم مهاجره يحصل نفك الالتصاقات. طب احنا لو مش لاقيين سبب هندي مسكن بسيط ونشوف والله استجابت لقيناها ما استجابتش، هنشوف هل الألم ده بيبقى متقطع بس دوري، يعني بيجي في أوقات معينة كل شوية. لا لو كان دوري بنديله هرمونات، راس منع حمل، بروجسترون، لولب هرموني، كبسولة تحت الجلد، كل الكلام ده بنديه. لو استجاب خير، ما استجابش هنبص هل عندها مشاكل نفسية. لو عندها مشاكل نفسية هنعالجها، فهنديلها مضادات اكتئاب ثلاثية. ولو ما عندهاش الموضوع ده خالص هنبص نعمل لها نعمل لها منظار بطن. منظار بطن بنشخص بالحالة، في حالات ما بنعرفهاش الا بنعمل منظار بطن، بنلاقي مثلا بطانة رحم مهاجرة مش مشخصينها، في التهاب زي ده مش مشخصينها، في التصاقات مش مشخصينها. فده اول حاجة في التشخيص. تاني حاجة بنعمل علاج. الالتصاقات بنفكها، لقينا في حاجة ممكن نشيلها بنشيلها. لو ما لقيناش حاجة خالص في خطوة بنعملها، ان في اعصاب في الحوض من جوه بنقوم مدمرينها، بنقطعها او بنكويها، اللي بتدي الاحساس بالالم في الحوض فبيقلل الالم. بعد كده والله الموضوع كافي، لكن لو لسه في الم هنبعتها لاستشاري الم مخصوص يشوف فيها ايه. وشكرا.